السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس داليا واهلا بيكم فيديو جديد للصف السادس الابتدائي مادة اللغة العربية. النهاردة هنشرح درس جديد، درس قراءة بعنوان رحلة إلى المتحف المصري الكبير. عندنا هنا أول فقرة: اليوم موعدنا مع رحلة إلى المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة، ومع إن قالت المعلمة هيا لقد وصلنا حتى شعرت بالحماس، فقد شاهدت صور المتحف كثيرا لكنني لم أدخله من قبل. يبقى احنا عندنا في الأول خالص احنا رحنا فين؟ المتحف المصري الكبير. طيب المتحف ده موجود فين؟ قالك قريب من أهرامات الجيزة. تمام. طيب أول ما وصلنا هناك، أول ما المعلمة قالت هيا لقد وصلنا يعني خلاص وصلنا، يلا ننزل. تمام. شعرته بالايه؟ بالحماس. يبقى ايه اللي شعر بيه الولد؟ بالحماس اول ما وصلنا عند المتحف المصري الكبير. طب ليه شعر بالحماس؟ لان هو شاف صور ليه بس ما دخلهوش قبل كده. تاني، هو شاف صور ليه بس ايه؟ ما دخلهوش قبل كده. طيب قالك اول ما دخلنا من بوابة واسعة، ظهر قدامنا تمثال ضخم لرمسيس الثاني. يبقى ايه التمثال او اللي هو شافه ايه اول ما دخلوا على طول؟ اللي هو رمسيس الثاني. قالك بيقف شامخا. تمام. وتحت سقف زجاجي، اللي هو يعني التمثال فوقيه على طول، السقف اللي فوقيه مش من خرسانة وطوب كده زي الطبيعي، او هو خرسانة بيبقى. تمام. لا، قالك السقف هنا زجاجي. طب ليه؟ قالك بيسمح للضوء الطبيعي، الضوء الطبيعي اللي هو ضوء الشمس يعني، ينساب على ملامحه، اللي هو بينزل كده على ملامحه الدقيقة. تمام. اللي هي ملامح وشه، ملامح جسمه. فلما بيتعاكس الضوء على الملامح بيظهر جمال التمثال. تمام. بيظهر جمال التمثال. فكنت واقف بصراحة أمامه مذهولا، مذهولا يعني مندهش. تمام. مستغرب ايه الجمال ده كله. قالك ازاي المصري القديم استطاع ان هو ينحت يعني ينحت الجمال ده كله منذ آلاف السنين. يعني المفروض زمان المصري القديم، الحضارة الفرعونية وهكذا، المفروض ما كانش عندهم الآلات دي كلها اللي يقدروا ينحتوا بيه تمثال ضخم بالشكل ده. تمام. فهو قال لك ايه؟ انا مستغرب ازاي المصري القديم قدر ينحت الجمال ده كله. قال لك ايه الادوات اللي استخدمها؟ تمام. قال لك كل الاسئله اللي انا سالتها دي كتبتها بسرعه في دفتري، سارعت الى تدوين اسئلتي في دفتري. اللي هو بيكتب في دفتره بحيث ان هو ايه؟ يدي الاسئله دي للمرشد السياحي. تمام. يبقى عندنا هنا في سؤالين: لماذا شعر التلميذ بالحماس؟ هنقول له لأنه شاهد صور للمتحف المصري ولم يدخله من قبل. تمام. أو عندما دخل، أو عندما وصل إلى المتحف المصري الكبير. تمام. ما الذي جعل الطفل أو التلميذ مذهولا؟ اللي هو مذهول من التمثال الكبير اللي هو تمثال الضخم رمسيس الثاني. تمام. ده اللي هو خلاه ان هو يقف مذهول امامه. بعد كده نكمل. قالك واصلنا جولتنا داخل القاعات الحديثة ذات التصميم المذهل. تمام. دخلنا قاعة من القاعات اللي هي الحديثة. قالك بتعرض كنوز متنوعة، كنوز اللي هو عادي يعني الأدوات والحاجات اللي زي دي، فهو شبهها لك بأنها كنز يعني. بعد كده وقفنا قدام صندوق زجاجي زي اللي في الصورة ده. قالك بيعرض أدوات طبية وجراحية فرعونية، اللي هي الأدوات اللي بيستخدموها في الدكاترة، اللي هي زي المشرط والحاجات دي، اللي هي المقصات والكلام ده كله. تمام. ادي عندنا المرشدة قالت بتشرح لنا ازاي اكتشفوها العلماء القطع دي. يعني اكتشفناها في مقبرة، اكتشفناها تحت الأرض وهكذا يعني. تمام. قالك وعرفنا وظيفة كل آلة أو كل أداة من الأدوات دي.
قالك من خلال النقوش اللي موجودة على المعابد والبرديات. المعابد على الحيطان بتاعت المعابد أو جدران المعابد، هم كانوا بيرسموا كل أداة ويكتبوا اللي هو الوظيفة بتاعتها. تمام. والبرديات برضو في الورق وكده كان ممكن يكون محفور مع الأداة بردية بتقول مثلا كانت بتستخدم لإيه الأداة دي. فقالك عرفنا وظيفة أداة، يعني وظيفة كل أداة من خلال البرديات والمعابد. تمام. طبعا فازددت إعجابا بذكاء المصري القديم وعملي. يعني الإعجاب بتاعي بالذكاء بتاع المصري القديم طبعا بدأ إيه يزيد أكتر وأكتر. تمام. يبقى تاني دخلنا القاعات الحديثة، لقينا كنوز من ضمنهم صندوق زجاجي فيه أدوات طبية وجراحية. عرفنا وظيفة كل واحد من خلال البرديات والنقوش اللي على المعابد، واكتشفنا العلماء. تمام. واكتشفوها العلماء. بعد كده عندنا قالك في قاعة الحياة اليومية، في قاعة اسمها الحياة اليومية، شهادة تماثيل صغيرة. تمام. التماثيل الصغيرة دي عبارة عن قالك في للناس اللي هي بتشارك في الزراعة، في أدوات طهي، في أواني فخارية مزينة برسوم دقيقة بتحكي اللي هو تفاصيل البيوت القديمة، اللي هو يعني جاب لك تفاصيل الحياة القديمة، الحياة اليومية القديمة البسيطة، جابها لك في ايه في شكل اللي هو تماثيل صغيرة. طيب قالك للحظة شعرت انني اعيش بينهم. يعني انت لما بتشوف المجسمات دي بتحس ان انت كأنك كنت عايش معاهم، فتعرف التفاصيل، ادق التفاصيل اللي كانوا عايشينها زمان. قالك اسمع اصوات الاسواق. يعني لما تلاقي مثلا جايب لك كده مجسم لسوق مثلا كده، تمام، سوق خضار او ايا كان، فتحس ان انت كأنك كنت موجود في السوق. قالك اشم رائحة الخبز من الافران الطينية. برضو ممكن يكون مجسم للفرن الطيني. الفرن الطيني ده بيبقى شبه القبة كده، معمول كده على الارض، وفيه بتبقى فاتحة هنا من الجنب ومن جوه فيه النار. تمام. والست كانت تدخل بعصاية كده، يعني عصاية خشبية. تمام. بس من قدام عليها حتة مدورة كده تتحط عليها ليه، يعني شبه كده اللي هو عصاية واخرها حتة مدورة تحط عليها العيش تدخله جوه الفرن. هو ده الفرن الطيني. الفرن الطيني ده بيبقى موجود اكتر عند القرى. حاليا موجود ممكن في القرى، بس يعني ايه مش في كل القرى اوي، لكن كان زمان هو ده الاساسي عند كل الناس. تمام. بس وقال لك في الاخر رأيت ضحكات الاطفال وهكذا وهم يلعبون بجوار النيل. يبقى قاعة الحياة اليومية عبارة عن ان فيها تماثيل قلنا صغيرة. التماثيل دي للناس اللي بتشارك في الزراعة، ادوات طهي، اواني فخارية. قلنا عرفنا تفاصيل البيوت القديمة. قلنا برضو بنشم رائحة الخبز. تمام. قلنا شفنا برضو ضحكات الأطفال. يبقى ماذا شاهد الطفل فيه أو التلميذ في قاعة الحياة اليومية، هتكتب ده كله. تمام. بعد كده قالك هنا وكانت المفاجأة الكبرى عند زيارة ركن الطفل والتجارب التفاعلية. في ركن اسمه ركن الطفل زي ما احنا شايفين كده في الصورة. أمسكت فرشاة صغيرة وقال لك كأني أنا عالم آثار حقيقي أزيل الرمال عن نسخة لقطعة أثرية مدفونة. اللي هو التمثال لما بيكون مدفون تحت الأرض، لما بيبقى عليه تراب مش بنفضه اللي هو ايه بشدة كده وننفخ فيه والكلام ده كله، لا بيبقى معاه فرشة رقيقة جدا اللي هو عالم الآثار، ويشيل الأتربة بالراحة خالص لربما يكسر التمثال ولا حاجة. التماثيل دي من كتر دفنتها تحت الأرض ومن إن هي يعني في تماثيل بتبقى من 7000 سنة زي الأهرامات معمولة من 7000 سنة، فطبيعي إن هي ممكن تتكسر. فلازم الواحد يتعامل معاها برقة شديدة وبحرص شديد.
تمام. قال لك جربت برضه اكتب اسمي بالهيروغليفية على ورق البردي. الهيروغليفية دي عبارة عن زي ما انتوا شايفين كده، اللي هي عبارة عن كل حرف وليه رمز، يعني مثلا الألف رمز العصفورة، كده يعني. فانت ايه بتشوف اسمك مثلا أول ألف بتحط الرمز بتاعه، وهكذا. مثلا ب رمز مثلا الباب، يبقى مثلا ايه تحط اللي هو الرمز بتاعك. فهي دي الهيروغليفية. قالك وشاركت في لعبة ممتعة لترميم أجزاء تماثيل مكسور، اللي هو تمثال مكسور وكده. الترميم يعني إن أنا أجيب لك تمثال مكسور وأنت تركبه، فلازم تركب الأجزاء صح والكلام ده كله. بس قالك حاول اللي هو اختيار القطعة المناسبة ليه وهكذا. تمام. يبقى ده كله ده في ركن الطفل والتجارب التفاعلية. بعد كده قالك وخرجنا وتوقفنا أمام المتحف. تذكرت مشهد افتتاحه لما جه لمصر الملوك والرؤساء الدول من جميع أنحاء العالم. يبقى هو بدأ يتخيل هنا إيه اللي هو افتتاح المتحف نفسه. تمام. علشان وتخيل إن الملوك والرؤساء الدول اللي جايين من جميع أنحاء العالم عشان يشوفوا الحدث العظيم ده. وقال لك فقد كان افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة عالمية احتفل بها الجميع، لأنه يقدم صورة مبهرة للحضارة المصرية التي ألهمت البشرية منذ آلاف السنين. يبقى إن الناس كلها جاية بتنبهر بالحضارة المصرية، لأن مفيش حد قدر يوصل للجمال ده في التماثيل وفي كل حاجة إلا اللي هي الحضارة المصرية أو إلا المصريين. تمام. يبقى تاني مراجعة بسيطة كده على الدرس كله. قلنا في الأول احنا رحنا فين، اللي هو المتحف المصري الكبير. طيب ده موجود بالقرب من أهرام الجيزة. أول ما وصلنا شعرت بالحماس عشان شفت ليه صور بس ما دخلتوش قبل كده. دخلنا عند البوابة الواسعة، لقينا مين؟ لقينا رمسيس الثاني، تمثال ليه كان فوقاه سقف زجاجي بينزل عليه اللي هو الضوء الطبيعي كده، فبيبين تفاصيله الجميلة. كنت واقف مذهول قدامه، أي سؤال كنت بسأله كنت بكتبه في الدفتر بتاعي. بعد كده أول ما دخلنا أول حاجة في القاعات الحديثة، كانت بتعرض كنوز كتير، من ضمنهم صندوق زجاجي كان فيه أدوات طبية وجراحية كتير. عرفنا الوظائف بتاعتها من خلال البرديات والمعابد. تمام. فأعجبت بصراحة بذكاء المصري. بعد كده في قاعة الحياة اليومية، دي تاني قاعة ندخلها. تمام. شاهدت التماثيل الصغيرة للناس اللي في الزراعة، اللي هم الفلاحين يعني اللي في الزراعة. تمام. وأدوات الطهي والأواني الفخارية. وقلنا اللي هو الفرن اللي هو الأفران الطينية، والأطفال بعد كده اللي هو ضحكات الأطفال وهكذا. تمام. بعد كده في هنا ركن او زي برضو قاعة، يعني ده تالت مكان مثلا رحناه، اللي هو ركن الطفل وتفاعل والتجارب التفاعلية. اللي هو عملت اول حاجة مسكت فرشة صغيرة، واللي هو ازيل الرمال، يعني اللي هو انضف التمثال من الرملة اللي عليه. بعد كده كتبت اسمي بالهيروغليفية. بعد كده عملت ترميم اجزاء التمثال المكسور. دول الثلاث حاجات اللي عملناهم في ركن الطفل. بعد كده خرجنا وقعدنا نتذكر المشهد بتاع الافتتاح بتاعه، وان هو مشهد كان عظيم، وان رؤساء وملوك الدول التانية جم لمصر يشوفوا المشهد ده وانبهروا بالحضارة المصرية. تمام. طبعا هو درس جميل جدا بيعرفك اللي هو عظمة الحضارة الفرعونية. تمام. وهكذا. تعالى هنا الكلمة ومعناها نقراهم كده. الحماس، الرغبة الشديدة، شاهدت، رأيت، عبرنا البوابة، مررنا من خلالها. الردها عندنا المدخل. تمام. شامخا عاليا مرتفعا، ينساب يمر بلطف وسلاسة، ملامحه وتفاصيل شكله، مذهولا متعجبا ومندهشا. وصلنا، تابعنا جولتنا، تنقلنا من مكان لآخر. المذهل، المدهش، والعجيب برضو. مضادة اللي هي المألوف أو المعتاد. وواجهة اللي هو مقدمة متنوعة مختلفة، مضادة متشابهة.
يشمل ويحتوي على نقوش الكتابات والرسوم المحفورة. أواني فخارية ليها أوعية تصنع من الطين وتحرق. ما هو الفخار عبارة عن زي طين بس بيتحرق بعد ما بيتعمل. التجارب التفاعلية اللي هي الأنشطة التي يشارك فيها الزائر بيده بدلا من الاكتفاء بالمشاهدة. يعني اللي هو تعمل بإيديك، تمام، زي ما قالك كده أنا مسكت فرشة وأزيل الرمال من على التمثال كأني أنا عالم الآثار، تمام، بدل ما أبص بس، لا أنا بعمل كمان بإيدي. أزيل اللي هي أبعد. الهيروغليفية اللي هي الكتابة المصرية القديمة. ترميم، إصلاح. أقبل، جاء، تمام. يشهدوا اللي هو يحضروا ويروا. مبهرة اللي هي عجيبة ومدهشة، تمام. بعد كده المضاد. الحماس، الفتور والكسل، طبعا أشهرهم اللي هي الكسل. الواسعة الضيقة، ضخم صغير. شامخا منخفضا، يسمح يمنع. استطاع عكزة، تمام. تدوين، محو. وصلنا، توقفنا. متنوعة، متشابهة، متماثلة. علمه، جهله. أعيش، أموت. حقيقي، خيالي. أزيل، أثبت وأبقي. ممتعة، مملة. تذكرت، نسيت. أقبل، رجع. عالميا، محليا. مبهرة، عادية ومألوفة. هنا المفرد وجمعه. موعد، مواعد. متحف، متاحف. الكبير، الكبار. تمثال، تماثيل. ضخم، ضخام. الردهة، الردهات. شامخا، شوامخ. سقف، سقوف وأسقف. الضوء، الأضواء. رائحة، روائح. مفاجأة، مفاجآت. نسخة، نسخ، تمام. العالم، العوالم والعالمون، بس طبعا أشهرهم العوالم، يعني حتى في الأسئلة هتلاقوا العوالم أكتر، تمام. الحدث، الأحداث. العظيم، العظام، وفي العظماء برضه. ملامح، ملمح، ده المفرد. كنوز، كنز. وظائف، وظيفة. نقوش، نقش. معابد، معبد. برديات، بردية. أواني، إناء. تفاصيل، تفصيل. الأفران، الفرن. الملوك، الملك. الرؤساء، الرئيس. أنحاء، نحو، تمام. طبعا بنركز على أكتر اللي هو بيبقى عندها اللي هو رمز الكتاب، تمام، اللي هو زي كده بنركز عليهم أكتر، وزائد إن بنشوف إيه المتكرر وبنحفظه. هنا عندنا دي السؤال والإجابة اللي هي طبعا معظمها اللي هي الأسئلة اللي احنا سألناها أثناء واحنا بنشرح الدرس، تمام، وهكذا. بعد كده هنا الأسئلة نفسها دي احنا حليناهم في فيديو لوحده، يعني أنا شرحت في فيديو والحل بنعمله في فيديو لوحده، تمام. فلو عايز الأسئلة الحل دور عليها في نفس القائمة، تمام، قائمة التشغيل اللي هي بتاعة الصف السادس الابتدائي، تمام، الترم الثاني 2026، تمام. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وانتظروا فيديوهات تانية كتير. ولو حد عنده اي سؤال تقدروا تكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.